أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنتعلم طرق تقطيع البطيخ بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنجيب بطيخة ونبتدي نغسلها كويس بالشكل ده، وبعد كده نبتدي بتقطيعها. هنقطعها نصين زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده باستخدام السكينة هنبتدي نعمل لها خطوط بالطول وبالعرض، وأهم حاجة ننزل السكينة لغاية تحت بس ما توصلش للقشرة زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده نعملها بالعرض الناحية التانية لغاية ما يبقى فيه مربعات في النص بالشكل ده. وباستخدام السكينة هنبتدي نعمل تحديد من حواليها من الدايرة عشان نسلكها لما تيجي نقلبها عشان تطلع كلها قطعة واحدة. وبعد كده هنقلب البطيخة وبتكون معانا بالشكل ده، وبتكون معانا قطع مربعات كل واحدة منفصلة، وبتكون سهلة في التقديم وفي الأكل. والطريقة التانية لتقديم البطيخ هنجيب معلقة الآيس كريم ونبتدي ناخد قطعة قطعة منها ونقدمها في طبق بالشكل ده، وبتكون سهلة في التقديم. ودلوقتي الطريقة التالتة هنقسم البطيخة نصين، وبعد كده هناخد النص نقسمه اتنين بالشكل ده، وبعد كده هنقسم كل نص اتنين، فالنص هيتقسم على 4 زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هناخد كل ربع من النص ونبتدي نقطعه بالطول عشان نعمل شريحة شريحة، وبتتقدم بالشكل ده. أتمنى تكون الطرق سهلة وعجبت حضراتكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.